تبيع البتين دول بكام؟ تمن بيتك. موافق. الحجة جوه، تعالى معايا اجيبها لك. إلا أن الناس ربطوا اسمه بهذه الكارثة، وصار يذكر في كتب التاريخ مقرونا بها. في ذلك الوقت انخفض منسوب نهر النيل لعدة أعوام، فتوقفت الزراعة وجفت الأرض، وانتهى ما كان يعرف بخيرات مصر، وبدأ الجوع ينهش أجساد الناس. مع الجفاف لم تكن هناك دولة تنقذ الناس. السلطة مفككة والولاة يحكمون كالإقطاعيين، لا قانون ولا نظام ولا رقيب، والشعب وحده هو من كان يدفع الثمن. بدأ التجار في احتكار الطعام ورفع الأسعار، وصار رغيف الخبز يباع بدينار ذهبي، والناس تبيع أملاكها وأحيانا أولادها لتشتري لقمة. بعد نفاد الخبز أكل الناس القطط والكلاب، ثم لجأ بعضهم إلى أكل أوراق الشجر وجلود الحيوانات، وبعد ذلك ظهر أكل لحوم البشر. في كتب التاريخ نقرأ أن أمًا باعت ابنها ب8 أرغفة من الخبز، والأعجب أن هناك من اشترى. لم تعد الأمومة تقاوم الجوع، فكل شيء كان قابلا للبيع. ظهرت عصابات تخطف الأطفال ثم تذبحهم وتبيع لحمهم في الأسواق، وكان الناس يأكلون وهم لا يعلمون أنهم يأكلون بشرا. وإلى هنا أعزائي تنتهي حلقتنا اليوم. إن أعجبكم المحتوى فلا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. نراكم في الحلقات القادمة بإذن الله.